السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من النهاردة معانا إن شاء الله طريقة لصدور الفراخ بحشوة رهيبة هتعجبكم، ومعاها مكرونة بتتبيلة تحفة. تعالوا معايا إن شاء الله هتعجبكم الطريقة ديت. لو بتحبوا أكل المطاعم والطرق بتاعته خش معايا على الصفحة واعمل لايك واشتراك عشان تشوف يعني أحسن الطرق اللي انت بتحبها في المطاعم هتلاقيها موجودة إن شاء الله. يلا بينا نبتدي واحدة واحدة كده. الطريقة بتاعتنا هنجيب صدور الفراخ زي ما انتوا شايفينها كده، ونشيل الفص اللي بيبقى موجود من ورا من هنا كده دوت عشان ما يقعش مننا، ونمسكها بالطريقه ديت. انا بشتغلها بص بالطريقه ديت سهله، اسهل حاجه عشان ما حدش يتعور ولا حاجه من السكينه. ونفتحها كده زي الجيب زي ما انتوا شايفينها بالطريقه ديت واحده واحده. اعمل لكم واحده تاني برضو. هنعمل لكم حشوه هتعجبكم ان شاء الله، وفي حشوات كتيره ممكن تتعمل بيها يعني مش ديت بس. اللي حابب يبلغني بيها وانا اعمل له اي حاجه هو عاوزها. تمام. بصوا زي ما انتوا شايفين السكينة تكون بعيدة عن الايد كده، ونفتحها جيب عشان الحشو يبقى موجود معانا فيها. يلا بينا نبتدي نشوف الحشوة بتاعتنا. انا حاطط زيتون، وحاطط خيار، وحاطط مشروم وهالبينو، مقطعهم زي ما انتوا شايفين فرمهم فرمة صغيرة خالص. نحط فلفل اسمر وبابريكا، نزود شوية فلفل اسمر كمان، وملح مش كتير برضو في الملح عشان احنا حاطين برضو ايه، في حوادق كتيرة موجودة فيها. بالنسبة للمخلل الخيار الهالبينو دولت حادقين، والجبنة الموتزاريلا حادقة شوية، فما نكترش الملح فيها لان احنا كمان هنحطها في الفراخ في صدور الفراخ من بره ومن جوه. نتبله معانا بيها زي ما انتم شايفين، وبعود خلة نمسكها بس ماسكة بسيطة. هي كده كده لما هتتحط على النار هتمسك في نفسها الفراخ، بس برضو عشان ما تفتحش مننا وتمسك الحشوة بتاعتنا. نعمل واحدة كمان زي ما انتم شايفين، نحط عليها ملح وفلفل اسمر، اللي حابب يحط توم برضو يحط، وبابريكا يزود. ونقفلها بالطريقة ديت زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة ومفيش اسهل من كده بصراحة، وما بتاخدش وقت معانا. عود واحد من جنب حتة صغيرة كده، ونديها برضو التتبيلة بتاعتها من فوق ومن تحت ملح وفلفل اسمر، بس زي ما انتم شايفين كده. ونديها تشريحة بسيطة، ما ننزلش بيها تحت عشان ما تفتحش معانا. زي ما انتم شايفين كده، حاجة بسيطة عشان تستوي معانا كويس من جوه. وفي طاسة سخنة كده حامية زي ما انتوا شايفينها على النار، نحط فيها حبة زيت صغيرين، وزبدة نكتر الزبدة، وعود من روزماري، ونحمرها من جميع الجهات وتاخد اللون بتاعها معانا. هتلاقوها بقت واخدة لون ذهبي ولون جميل وطرية من جوه ومقرمشة من بره كده. طعمها هيعجبكم وبطريقة سهلة جدا. ده أكل المطاعم مفيش أسهل منه. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما خلصت معانا الفراخ نرفعها من الطاسة، ومعانا التوم اللي احنا حطيناه دوت وحمرناه مع الزبدة. هنزود شوية زبدة معانا ونهرسه بالطريقة ديت زي ما انتوا شايفين كده، ونحمره معانا في الزبدة. بس ما نحاول ايه ما نخلوش ياخد ايه يتحرق جامد مننا. وننزل بفلفل الوان. اللي حابب بقى يزود حاجة من عنده في الخضار يزود، بس الطريقة ديت هتلاقوها بسيطة وسهلة وبإمكانيات مفيش أبسط من كده. الشبت ده بقى حاجة رهيبة في المكرونة اللي أنا هعملها لكم دي دلوقتي، بيدي تيست عالي قوي فيها. نسيبهم كده يتبالوا معانا شوية وننزل بالبهارات بتاعتنا. نزلت ببهارات فراخ، فلفل أسمر، وننساش نملح برضو عشان المكرونة بتاعتنا.
واحنا شغالين في الوقت دوت احنا بنسلق المكرونة، طبعا موازي معانا في الوقت بتاعها تبقى جاهزة معانا. نقلب. التتبيلة ديت اللي احنا عاملينها هتديكوا طعم رهيب في المكرونة، وطعم خفيف وحاجة كده يعني مش عارف اوصفها لكم، انتوا هتشوفوها بعينكم لما تجربوا الوصفة ديت. نجيب المكرونة بتاعتنا وننزل بيها ونمكسها كويس. التتبيلة اللي احنا عاملينها ديت هتعجبكم ان شاء الله، جربوها وبلغوني بيها. تبقى دي النتيجة زي ما انتوا شايفين. نخش على الفراخ بتاعتنا هنشوفها وصلت معانا فين. نقطعها بقى سلايزات زي ما احنا شايفينها، زي ما انتوا شايفين، بعد ما نشيل خد الخلة منها. واحلى فراخ معاها الباستا بتاعتها، المكرونة بتاعتها هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والمتابعة. نشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة، وصفات مرجان، مطبخ مرجان.